السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل اكله حلوه جدا، مش هتاخد مننا ساعه في عمايلها، بس طعمها حلو جدا. بس اهم حاجه بقى، ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. كان عندي طبق محرات نص كيلو. المحرات ده بيبقى كبير، وبعدين الراجل بيروح مقطعه لشرايح كده زي ما انتوا شايفينه. ولازم لما نشتري المحرات نجيبه يبقى لونه وردي كده فاتح، ما نجيبش المحرات اللي بيبقى غامق. نخلي بالنا وما نجيبهوش اصلا من اي حد، لازم نجيبه من سماك تكوني انتي واثقه فيه، لان في ناس بيحطوا له نشادر، يعني هتشتريه وهترميه. وده انا جايباه ب 120 جنيه. ممكن تلاقي عند اي حد في ب50، في ب70، ب80، واحمر وغامق هيبقى وحش جدا. هتجيبيه وهيبقى كله نشادر، وطعمه اصلا هيبقى وحش. يبقى لازم تجيبي المحرات اللي لونه فاتح، يبقى لونه وردي زي ده كده. ما تجيبيش اللي هو يبقى غامق، هيبقى فلوس دفعتيها على الفاضي. طبعا جبته وغسلته طبعا بالملح والدقيق والليمون. قلنا كنت نقعاه الاول بشويه ملح، وبعد كده غسلته بالليمون والدقيق وشطفته وصفيت منه ميته. جبت بولة صغيرة كده وحطيت فيها عصير ليمون وشوية خل، وكمان فلفل أحمر ناعم. طبعا للناس اللي بتحب السبايسي، لو مش بتحبيه يبقى حراق ممكن ما تحطوش، ممكن تحطي شوية شطة صغيرة، دي حاجة براحتك. واحط بقى شوية ملح وكمون وشوية كزبرة، وأهم حاجة بهارات السمك، احنا عاملينها مع بعض في رمضان. بهارات ريحتها تحفة، حلوة جدا، أحسن من الجاهزة 100 مرة. أحط البهارات كده على الخليط التاني، وهروح بقى إيه مقلباهم كلهم مع بعض. بعد ما هقلبهم هتبل بقى بيهم المحرات. المحرات ده يا جماعة طعمه حلو جدا جدا. نتبله كله كده من فوق وتحت، ونتبله كله، ما نخليش حتة ما فيهاش التتبيلة. بعد كده هسيبه بقى لغاية ما يشرب تتبيلته حسب الوقت بتاعك، ساعة ساعتين تلاتة. بعد كده هجيب طبق احط فيه كوباية دقيق، ومعلقة صغيرة كركم، ونص معلقة صغيرة بهارات السمك. ممكن احط بدل بهارات السمك ممكن احط كمون، بس الكمون بيغمق الدقيق. حلة على النار نعمل شوية رز، وحطيت فيها شوية زيت، وبصلاية صغيرة مقطعة حسب طبعا كمية الرز. انا البصل ده كان متفرز عندي في الفريزر، وزي ما انتوا شايفينه بطلعه متلج، بحطه على طول في الزيت. الزيت بيبقى سخن وعامل زي الطاسة بالظبط، اكني لسه مقطعاه. وحمره لغاية الدرجة اللي انا بحبها. عايزة الرز فاتح ما تغمقيش البصل قوي، عايزه رز غامق غمقي البصله، كل ده في ايدك. انا عايزاه اللون ده يبقى حلو، وهحط عليه طماطميه مقطعه قطع صغيره او مبشوره، او ممكن معلقه صلصه. بعد كده هنزل بالميه، ننزل بالميه الاول، ما ننزلش بالرز، لان الميه دي لما تغلي اللي هتدينا اللون اللي احنا عايزينه. وهسيبها اول ما تغلي اكون غاسله بقى الرز بتاعه مصفياه، وهحطه في الميه اول ما تغلي، وهسيبه لغاية ما يشرب ميته، حوطيه 10 دقايق واطفيه. بعد كده حطيت بقى طاسة على النار وفيها زيت، وهحط قشر الليمون اللي انا عصرته على الخليط بتاع المحرات. سبت القشر بتاعه احطه في الزيت علشان يمنع اي زفرة في البيت. وهجيب الدقيق بقى اللي احنا متبلينه، واحط قطعة قطعة من المحرات، اتبلها كده بالدقيق وانفضه واحطها في الزيت. احط واحده واحده كده لغايه ما املى الطاسه بتاعتي. شايفين؟ الله على جميله، اخد اللون من تحت، اقلبه على الناحيه التانية. دلوقتي اخد اللون من ناحيتين، الله، شايفين اللون؟ تحفه. طلعته واحط برضو كميه الباقيه. وقلت بقى بدل ما احمر بطاطس، طب ما انا اعمل خضار سوتيه، عندي خضار، قلت بدل ما يبوظ اعمله خضار سوتيه. رحت مقطعه جزر وكوسه، وكان عندي فاصوليا سبتها زي ما هي، وبطاطس قطعتهم صوابع كده تكون رفيعه، كلهم مقاس واحد. كنت حاطه ميه سخنه على النار، وحطيت فيها شويه ايه، ربع معلقه سكر، واول ما غليت رحت نازله بالخضار. يا دوبك ياخد غليتين غلوه والتانيه، واطفي عليه واطلعه على ميه متلجه، ميه يكون فيها تلج. بعد كده اصفيه، واحط الطاسه تاني على النار، واحط فيها حته سمنه بلدي او حته زبده عشان يخلوا طعم الخضار حلو. اول ما يسيحوا اروح نازله بالخضار. المفروض كنت حطيت توم مفروم الاول، بس انا نسيت.
الاول تحطي توم مفروم، بعد كده تحطي الخضار، ونقعد بقى نقلبه ونحط عليه شويه ملح وشويه زعتر. حطيت عليه شويه صويا صوص، دي اختياري، لو مش عايزه تحطي ممكن ما تحطهاش، بس بتخلي طعمه ولونه حلو جدا. اقلبه تقلبتين واطفي عليه النار، وكده بقى خلصنا اكلنا النهارده. الله على جمال الرز. ولا المحرات ده حلو اكنه حته لحمه، هو ما فيهوش على فكره شوك، هو بس فيه العظمه اللي في النص. اولادك هيحبوه جدا لانه ما فيهوش شوك، يتاكل اكنه حته لحمه او فراخ. طبعا وعملنا الرز بقى الصياديه، شكله واخد اللون الحلو جدا. طبعا تحبيه فاتح اعمليه براحتك. والسلطه بقى قلت مش هعمل سلطه، انا هقطع كده شويه كابوتشي على شويه طماطم وشويه جرجير، ناكلهم كده بدل السلطه. وطبق الخضار السوتيه طعمه تحفه، حلو جدا. يلا جربوا بقى الاكله ديت. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.